أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، ولقاء جديد يجمعنا بكم والناس والقانون. وطبعا لما بنشوف المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى يعني كان في العديد من الملاحظات، وأيضا كان في برغم عدم الإقبال يعني كما كنا نتمنى، إلا أنه كانت هناك بعض الجرائم الانتخابية والمخالفات الانتخابية. موضوع هام جدا، وذلك لأننا مقبلون على يعني طبعا المرحلة الثانية من الانتخابات، والكثير من الملاحظات على المشهد الانتخابي ممكن أن تكون نافعة إن شاء الله في المرحلة القادمة التالية في الانتخابات. موضوع هام جدا سنناقشه مع ضيفنا لهذه الحلقة، وأيضا هناك موضوع آخر عن الاعتراف سيد الأدلة، أهمية الاعتراف، وهل يعني بينفي الاتهام عن المعترف، وما هي السلطة التي يمكن أن يعترف أمامها الجاني أو من سيدلي بالاعتراف. بيسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي. أهلا بك يا فندم معنا في هذه الحلقة. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وألف مبروك بالحج، وتقبله الله يعني إن شاء الله. رب عند الجميع يا رب. كل سنة وحضراتكم طيب. وحضرتك طيب. يعني طبعا نبتدي بقى بالاعتراف سيد الأدلة كبداية كده سريعة، وبعدين ندخل في موضوعنا الأساسي حول الجرائم الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لهذا القانون أو الاعتراف، وهو مضمار الاعتراف سيد الأدلة، وكان يطلق على هذا الاعتراف في أصول الفقه أنه سيد الدليل المعروض على المحكمة، لأنه بيدي للمحكمة اطمئنان حينما تصدر أي حكم، خاصة وإذا كان هذا الاعتراف محفوفا بالضمانات القانونية التي تجعل منه دليلا يقينيا متفقا وصحيح القانون، ويصلح للاستدلال به على ثبوت التهمة أو نفيها. ومن ثم كان يطلق عليه الاعتراف سيد الأدلة. ولكن نظرا لأن هناك من الجور الكبير الذي يحدث من السلطات، وخاصة السلطات التنفيذية وهي الشرطة والجهات الأخرى السيادية، فقد يؤخذ هذا الاعتراف بشيء من الحوط والحذر. ولي في ذلك مثل، حينما يعني نسترجع سيدنا سليمان حينما عرض عليه أمر الامرأتان التي تنازعتا في بنوة طفل، ماذا قال لهم؟ قال لهم هاتوا منشار نشق نصين وندي كل أم منكم نص فإذ بأمه الحقيقية وفي مجلس قضائه وتحت سمعه وبصره تقول لا مش ابني ادي لها، مش ابني ادي لها، إلا أنه نظر إليها وقال خذيه فأنت أمه. حكم لها رغم أنها اعترفت وتحت مجلس قضائه وتحت سمعه وتحت بصره بأن الولد ليس ابنها، إلا أنه حكم لها على عكس هذا الاعتراف. ليه؟ لوقوع إكراه معنوي. أطلقوا سليمان الحكيم بحكمته لكي يستدل على الأم الحقيقية، فكان هذا الاعتراف مدخل للاستدلال والوصول للأم الحقيقية لكي يستطيع أن يحكم وهو مطمئن وهادي البال، سواء كان سلبا أو إيجابا كما حدث في ذلك الأمر. طيب ازاي بيحصل إكراه في الاعتراف؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ جت محكمة النقض قالت نفس المبدأ فعلا، مشيت عليه وقالت لا يمكن للمرء أن يورد نفسه مورد التهلكة والضياع ويعترف على نفسه إلا إذا كان مكرها على ذلك أو مجبرا عليه. فهنا الإكراه عندي يا إما يكون معنويا بتهديد أو وعد أو وعيد أو إعطاء عطية، أو كمان بإيه؟ بأن أنا أقول له للمعترف ده إن موقفك في القضية سيكون أسهل وأحسن. وهذا ما يحدث كثيرا من السلطات حينما يتم القبض على أحد الأشخاص يقول لك اعترف أحسن لك، لو أنت اعترفت هتبقى شاهد ملك، لو أنت ده كله في عداد الإكراه المعنوي الذي لا يعتد بهذا الاعتراف الصادر عن نتيجة لذلك، يا إما عن طريق وعد أو وعيد أو تهديد أو وعد بالإخلاء أو بالإفراج عنه، خاصة إذا كان المجرم بيجرم لأول مرة. كل هذه الأشياء بيكون من شأنها أن توقع الإكراه المعنوي. والإكراه المادي الذي يتمثل في التعذيب، إن أنا بقى أحمل أو بحمل إنسان
بشيء من التعذيب، وبكرهه وبيتضرب وبيتعذب وبيتعلق وبيتعذب بالكهرباء، وقد تصل أحيانا طرق التعذيب إلى حد الموت. يعني بينجو بنفسه بحياته عشان حتى يعترف. فيضطر الاعتراف. هل بقى ده اعتراف كاذب؟ هنا بيبقى الاعتراف مشوب بإكراه مادي. احنا خدنا الإكراه المعنوي اللي هو الخداع والغش والتضليل. الإكراه المادي اللي بيقع عليه على وطئة الاعتداء على جسده أو لسانه أو حياته الشخصية أو أحد أقاربه يهمه الأمر أو يعتدي عليه ويجبره على أن يعترف. كل هذا بيتم. إذن كيفية الوصول إلى معرفة ما إذا كان هذا الإكراه أو الاعتراف صدر عن إكراه مادي أو إكراه معنوي. الإكراه المادي عادة ما يترك أثرا على جسد الإنسان أو الجسد الذي عذب أو أكره من أجله حتى يعترف الجاني. إذا ساب هذا الأثر وترك، بيتم عرض هذا المتهم أو الجاني على الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تلك الإصابات ناتجة عن التعذيب فعلا ولا لا، وقد حدثت في وقت معاصر لوقت الاعتراف ولا لا، وهل حصلت بالجسامة التي تؤلمه والتي تعطيه الحق في أن يغير ما بإرادته ويدلي بأقوال لم يرتكبها أو لم يفتعلها. كل هذا الأمور بيبان الأثر ده، وده أسهل ما يمكن في إثبات هذا الاعتراف. دي بتكون في الجرائم السياسية ولا نوعية الجرائم اللي بتتطلب الاعتراف؟ لا، عادة في كل الجرائم. في كل الجرائم. ليه؟ يعني لما يكون في إكراه مادي وتعذيب وسجن وضرب والكلام ده أحيانا بتبقى جرائم يعني سياسية، جرائم إرهاب. هي واجبة في كل الاعتراف ده، في كل الجرائم واجب، حتى في المخالفة. انت لو اعترفت خلاص انت كده بتبرأ ذمة القاضي نفسه من البحث والتحري والتنقيب، بس بشرط أن يبحث القاضي في أن هذا الاعتراف قد صدر وليد إرادة حرة غير مجبرة على هذا الاعتراف. إنما إذا بحث القاضي وعثر ضمن مستنداته وأوراقه على أن هذا الاعتراف نتج عن طريق غش أو تضليل أو خداع أو وعد أو نتيجة تعذيب مادي وقع على جسد هذا الشخص، هذا التعذيب المادي بيبقى له أثر وباين وواضح، بيؤثر على إرادة الإنسان وينحو بها عن مجال الصح أو الصدق إلى الاعتراف حتى ينأى عن جسد الذي يعذب أو جسد الآخرين الذي يعذب من أجله. فقلنا إثبات الإكراه المادي صعب جدا، سهل جدا، إنما الإكراه المعنوي هو أصعب ما يكون في الإثبات. ليه؟ لأنه ما بيحتاجش، ما فيش دليل مادي على صدقه. أنا جه الضابط قال له أنت لو اعترفت أنا هخليك أنت شاهد ملك، وضحك عليه الضابط واعترف وسابه هنثبتها إزاي؟ هنا بقى بنقدر ندخل على ما إذا كان هذا الاعتراف يتفق الحقيقة ولا لا. إذا كان هذا الاعتراف مخالف للحقيقة يبقى فعلا وقع تحت تأثير إكراه معنوي وضلل بهذا الاعتراف جهات السلطات. يعني إيه؟ أنا سرقت منزل زيد من الناس، وزيد من الناس منزله فين؟ في 6 أكتوبر مثلا، واقول له ده انا سرقته في العاشر من رمضان. طب ما فيش منزل في العاشر من رمضان، مش هو يعني. يبقى هنا مخالف. احيانا بيعترف عشان ينقذ ابنه مثلا، ابنه يكون وقع في الجريمه. بيبان من خلال هذا الامر ان هذا الاعتراف غير متفق والحقيقة. وإذا ما كان الاعتراف لا يتفق والحقائق لا يؤخذ به ولا يعمل به، أو زي ما احنا قلنا يبقى دي ثالث حاجة، قلنا إكراه مادي، إكراه معنوي، أن يكون الاعتراف مخالفا، ألا يكون الاعتراف مخالفا للحقيقة ومخالف لإيه أو مناقض للأدلة المعروضة في الدعوة. يعني يأتي أنا بقى مثلا بقول أنا بتاجر مثلا في مخدرات، بتاجر في ايه؟ المضبوط حشيش، ولا انا بتاجر في ترامادول. هل هذا الاعتراف يجوز؟ يبقى ليه؟ لانه مخالف للادله لما جاء في اوراق الدعوه المنشود عليها الاعتراف. طيب هو بيعترف قدام مين بقى يعني؟ هي بقى الجهات التي يتم الاعتراف امامها ويؤخذ بهذا الاعتراف. علشان قبل بس ما هخش على الجزئية دي، عايز أقول في حاجة، إن محكمة النقض قالت جزئية في الإكراه المادي والمعنوي. قالت لا يمكن للمرء أن يورد نفسه مورد التهلكة والضياع ويعترف على نفسه إلا إذا كان مكرها على ذلك أو مجبرا عليه، ولا بد وأن يكون الاعتراف وليد إرادة حرة غير معيبة غير مؤثرة ماديا ولا معنويا، وأن يكون متفقا والحقائق ومتساندا مع الأدلة، وأن يدعم بدليل آخر في الدعوة. إنما الاعتراف وحده في الدعوة لا يصلح دليل للاتهام والتعويل على اتهام الجاني بهذا الاعتراف، لكن لابد وأن يدعم بدليل أو قرينة أخرى تشد من أثر هذا الاعتراف وتؤيده. هذا
بالنسبة للجزئية ده هنا ما بيكونش سيد الأدلة بقى زي ما بنقول يعني. لا لا لا, لا لم يكن أبدا الاعتراف ما أصبحش سيد الأدلة. ليه بقى؟ مشروع قانون الإجراءات الجديد قال لك علشان تأخذ بهذا الاعتراف وأنا كفرد جاني اعترفت لازم أعترف في مجلس قضاء. الأصل في المحاكمة ما يجرى أمام القاضي من اعتراف، ده الأصل. إنما بأتي أمام سلطات التحقيق اللي هي النيابة العامة أو سلطات التحقيق الاستدلالية اللي هي الشرطة. هل يجوز أن الشرطة تنزع اعتراف من متهم أو جاني؟ لا. ليه؟ لأن الشرطة ليس عليها أن تقيم تحقيقا في أي دعوة، ولكنها تضبط الجاني سواء كان متلبسا أو كان بإذن صدر من النيابة العامة. تقوم بضبط الجاني وتحرر محضر بالإجراءات ويعرض على النيابة العامة، وعلى النيابة العامة في تلك اللحظة وتلك الأثناء أن تجري التحقيق مع المتهم وتعلمه أن النيابة العامة هي التي تجري معه التحقيق، وأن الواقعة التي نحن بصددها عقابها 1 2 3، وتحيط علما بالتهمة وتقول له أنت عايز تعترف هذا الأمر مخول لك، عايز تنكر هذا الأمر مخول لك. وأنا أستشهد بواقع حصلت في قانون في المحاكم الفرنسية. كان أحد السادة وكلاء النيابة فرنسي ماسك الكود بتاع الإجراءات، الكود صغير بيشبه كده الكتيب الصغير، فبيقلب فيه وبيجري تحقيق مع أحد المتهمين. فهو ماسك الكود بيقول له هتعترف؟ قال له هعترف. فبقول له انت ايه اللي خلاك اعترفت؟ يقول النيابه بيقول له انت قال له مش انت هتحلفنا على الانجيل اللي في ايدك؟ قال له لا ده مش الانجيل، ده كود العقوبات وانا بقلب فيه. فلا انت ليك ما شئت. شوف لهذه الدرجه القانون احرص وجميع التشريعات في دول العالم على ألا يسلب هذا الاعتراف أو يؤخذ بأي طريقة من الطرق التي تعيبه وتسقطه. يعني لو حد سجل لحد مثلا ويعني كان في جريمة وارتكبت وواحد عمل حاجة يعني نصب أو كده وهو سجله وقال اعترف إن هو نصب عليه، فيها بطلان. يعني برضو في بطلان في التسجيل. في بطلان ليه؟ لأن أولا اعترف في التسجيل يعني بيسجله دلوقتي في الموبايل. ده السؤال اللي حضرتك لسه سألاه دلوقتي وقلت ما هي الجهات التي يمكن الاعتراف أمامها. الجهات التي يمكن الاعتراف امامها السلطه، يعني مش هيقول لك ده صوته وهو اعترف لي ومش عارف خالص على الإطلاق، ولا يؤخذ بيه خالص. ما هنا بقى وجوب ان يكون الاعتراف صادر امام جهه قضائيه معنونه بالتحقيق زي النيابه العامه او المحكمه، وهي الاصل المحكمه. النيابه العامه استثناء وهي التي تجري التحقيق في الدعاوي اللي هي بتعرض عليها، لكن لا يمكن ابدا أن يدلي بيد المتهم باعتراف أمام الشرطة. ليه هنا لا يؤخذ به ويسمى إقرار؟ ما يسماش اعتراف، يعني أقر لأنه بيواجهه بالتهمة، وأقر المتهم بالجريمة بيواجهه بالتهمة أو بالاتهام المسند إليه، وعلى الضابط أن يكون أقر بالاتهام وقرر أنه يقوم مثلا بالاتجار في المواد المخدرة وأن ما ضبط معه من مواد من نقود أو فلوس أو متعلقات دي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، أو أنكر صلته بالواقعة وقرر أنها تخص أحد الأشخاص أو تخص زيد أو عيد من الناس. يبقى هنا الجهة التي أصدر أمامها الاعتراف لابد وأن تكون جهة قضائية. الشرطة لا يسمى اعتراف، يسمى إقرار. أنا جيت مثلا ضبطت أحد الجناه وأنا في مسكني وهو بيسرق في حالة تلبس ورحت مسجل له ان هو اللي بيسرق وهو اللي داخل ومتجب، هل يعتد بهذا الاعتراف؟ لا يعتد بهذا الاعتراف. ولجهة الاستدلال اللي هي الشرطة ان تستدل منه كجهة استدلالية اطمئنانية، ولكنها لا تعد في الأوراق دليلا يؤخذ به كاعتراف من المتهم في هذه اللحظة. أو أسجل لأحد الأشخاص مثلا على الموبايل أو على التليفون دون علمه، ده اسمها سرقة لإرادة هذا الشخص، وتعتد من ضمن الجرائم اللي هي يعاقب عليها القانون. ليه؟ لأنها أخذت عيلة يعني من وغصب سجل ودون علم. دون علم ده اللي يبقى تحت طائلة القانون. بيقع تحت. انما مثلا انا جيت كتبت متهم اقرار وقلت له اكتب اقرار كده انك انت اللي ارتكبت تلك الواقعة، او انا مسكته هو تلبس وحصل هذا الامر، يبقى في تلك الاثناء وفي تلك اللحظة نحذر ونقول ان الذي قام بهذا الاجراء ليست جهة اعناها او عناها القانون بان يجرى الاعتراف امامها ويؤخذ فيها. يبقى الاعتراف لابد ان يصدر امام جهة قضائية او امام المحكمة. اما الجهة الشرطية لا يمكن ان ينسب اليها الاعتراف. وفي النهاية اقول انه اذا ما كان هناك اعتراف في الاوراق وتضمن
شرطا أساسيا أن يكون أمام جهة قضائية، والجهة القضائية يكون فيه معه محامي. يعني التعديل الجديد لقانون الإجراءات لابد وأن يكون إذا كان الاعتراف يعني في جناية يعترف أمام محامي وأمام جهة قضائية في حضرة محامي حتى ينقى هذا الاعتراف من شائبة الضغط والهوى. سواء كان إكراه ماديا أو معنويا. وبناء عليه لابد وأن يكون هناك محاميا يحضر إجراءات التعديل. طب لو ما فيش محامي واعترف في جناية، هنا بقى هنقارن ما إذا كانت الجريمة متلبس بها وأن هناك من الأدلة ستضيع أو التأخير في حين استحضار محامي لحضور التحقيقات. هل الأدلة هتضيع أو هتطمس أو لن يتغير أثرها أو بناء في تلك اللحظة نجري هذا التحقيق ويؤخذ هذا الاعتراف ثم يعاد مرة أخرى في حضور محامي إذا أمكن هذا الأمر حتى نضرأ شبهة العوار التي تشوب هذا الاعتراف. يبقى بناء على هذا الكلام وهذا الذي نتكلم فيه، يبقى إحنا من المنطلق ده نقول أن الاعتراف ده لابد أن يكون صادرا أمام جهة قضائية، أن يكون نائبا أو بوجود محامي. هذا المحامي ينقي هذا الاعتراف من مظنة. يعني هذه التعديلات جديدة يا فندم بقى يعني مع دستور 2014 ولا دستور 2014 كان قبل كده؟ لا كانت يعني هي بناء على كفالة حق الإنسان أو كانت حقوق قبل الإنسان. كده لأن كل متهم في جناية أو في جنحة لابد أن يحضر معه مدافعا. فما بالك بقى إذا ما كان هناك اعترافا فلابد أن يكون هناك مدافعا حقيقيا وليس وهميا. إذا كان حصل إكراه وانتهاك لهذه الحرية يعني زي حق بيبطل هذا الاعتراف ولا يعول أمام شرطة مثلا ولا حاجة. لا، إيه العقوبة اللي يعني ممكن يعني تيجي على الشرطة؟ هل في عقوبة إذا ولا لا؟ ما ثبت أن هناك إكراها أو تعذيبا حمل على هذا المتهم لكي يحمل على الاعتراف، إيه هو؟ هل هنا الشرطة تدرك أيوة لأن اعتداء على جسد وتبقى جريمة وتنسخ صورة من الأوراق عن واقعة التعدي الذي تمت من قبل الشرطة إذا كان معلوما من الذي قام بهذا التعدي أو أنبأ به الجاني أو المجني عليه الذي وقع عليه التعذيب وقال ان الضابط فلان او العسكري فلان او امين الشرطه وفلان، تقام الدعوه الجنائيه فورا على الذي قام بهذا الاجراء لانه اجراء غير مشروعيا ويبطل على أثاث هذا الاعتراف كدليل من ضمن الأدلة التي اعتدت بها في هذه الأوراق. ومن ثم يكون إذا ما رأى المحكمة أو رأت المحكمة أن هذا الاعتراف خالي من أي عيب من العيوب التي تشوبه، لم يكن به سمة إكراه ماديا أو معنويا، حصل أمام أحد السادة المحامين في وجود للتحقيق أثناء الاعتراف وجود ضمانات حقيقية في هذا الاعتراف من قوة اتفاقها واتساقها مع كافة الأدلة التي عرضت في الأوراق، يؤخذ بهذا الاعتراف ويكون الاعتراف في هذه اللحظة سيد الأدلة بشرط أن يدعم بأدلة أخرى في الدعوة تتفق معه بالضمانات الأخرى. تتفق معه وتتضامن معه للوصول إلى النتيجة التي سيصل إليها الحكم مع الأسباب التي بناها في أسباب حكمه على هذا الاعتراف كسيد. هل تحب تعترف بشيء آخر في هذا الموضوع؟ قبل ما ننتقل للموضوع هو يعني السائد الآن في عالم القانون هو أن إذا أخذ هذا الاعتراف بيسبغ على المحكمة اطمئنان ووجدان وبيريح المحكمة قوي في بحثها وفي استماتتها على الوصول إلى الحقيقة. فإذا ما جاء هذا الاعتراف ولم يكن أبدا زي ما قلنا وليد إكراه مادي أو معنوي متفقا مع الإرادة غير مشوبة وفي حضور الضمانات أو في وجود ضمانات قانونية تؤهل صحة هذا الاعتراف، المحكمة لا غبار في أن تأخذ به كسيد الأدلة بس بشرط أن يدعم بأدلة أخرى زي تحريات المباحث، شهادة ضابط المباحث الذي أجرى تلك التحريات ويتضامن كليهما للوصول إلى النتيجة التي سيصل إليها هذا الحكم. يعني القضايا اللي بيبقى فيها الاعتراف موجود فعلا دي نسبتها كبيرة يا فندم ولا؟ والله غالبا أحيانا بتوصل ل 50% من ولا دائما المتهم بينفي؟ ده كمان ده يعني حتى إذا كان إذا المحكمة وجدت مثلا في قضية قتل هذا الاعتراف ومحفوف بالضمانات القانونية بتحكم بالإعدام لأن بيبقى وجدانها اطمئن. حتى رأي المفتي لأن بيعتد على الاعتراف ده. إنما لو ما فيش فيه اعتراف في الأوراق وخلت الأوراق حتى ولو كانت الجناية قتل أو كانت عقوبتها الإعدام فبيبقى هناك تردد في أن يصدر ذلك الحكم اللي هو حكم الإعدام. ليه؟ لأن إزهاق روح لابد وأن تبنى على أساس من المتانة والأدلة واليقين الوجداني اللي داخل القاضي أو اللي اجتاح القاضي عندما يصدر هذا الحكم.
صحيح. وحتى احيانا بيعترف وهو لم يرتكب هذه الجريمه او يعني لم مثلا يقتل احد. يعني احنا قلناها دي، قلناها ليه قلتها في بدايه قلنا ليه وصول إيه بالاكراه. اذا كان وقع اكراه على البني ادم ده للحمل على لا ممكن هو نفسه عايز يعترف على نفسه انه قتل فلان وهم ما قتلوش. يعني مثلا جريمه طار زي ما احنا بنسمع بتختلف يعني بتختلف يعني في حاجات كده بيبقى هو المتهم نفسه بيقول لا انا يعني بيبقى شرف ليه انه يعترف انه عمل الجرم ده. لا وفي ناس بتعترف عشان تحبس نفسها. يعني في واحد بياخد مثلا حته حشيش ويروح للضابط يقول انا عشان يدخل السجن. عشان يدخل السجن. هل ده اعتراف ويؤخذ به؟ انما مثلا اجي انا في جريمه زي جريمه القتل والاعتراف هنا خطوره الجرم نفسه لازم تأهلني ان انا اخد بشيء من الحذر والحرص هذا الاعتراف. وابدا ابحث فيه كمحكمه، وابحث في كينونه هذا الاعتراف، وصدر وليد اكراه مادي معنوي ايا كان الامر علشان استنير واستبصر حقيقه الوضع. يعني ما يبقاش في استسهال في الحكم او صدور الحكم. لا 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 يعني لا لا هنا القاضي يريح نفسه ويقول ده اعتراف. لا مش مجرد الاعتراف ده القاضي بيناقش الاعتراف وبيناقش كيفيه حدوثه وبيناقش كيفيه وصول الاعتراف ده للاوراق، وهل وصل وليد اراده حره غير مشوبه، وليد اكراه مادي ولا ما فيش اكراه مادي، في اكراه معنوي ولا ما فيش اكراه معنوي، متفقا والحقائق ولا مش متفق متناقض مع الادله المطروحه في الدعوه ولا مش متناقض يعني احيانا بيكون في اعتراف كامل واعتراف ناقص. طبعا الاعتراف الكامل والاعتراف الناقص انا بعترف بجزء من القضيه والجزء الاخر لا اعترف به برضه. ده مناط هذا الامر هي المحكمه التي توازن. يعني مثلا ايه واحد ممسوك بكميه كبيره من المخدرات في سيارته وفي جيبه حته صغيره، يجي يعترف بالحته الصغيره وينفي صلته بالحته الكبيره. يبقى هنا المحكمة برضو هي لا تقدر إذا ما كان صلته بالجزء الكبير ده امتد على حيازة مؤقتة، حيازة منهية، حيازة كاملة، كل هذه الأمور بتبان من خلال ملابسات الدعوة والظروف والمستندات اللي عرضت على المحكمة. هل صلته بالصغيرة دي أكد صلته بالكبيرة ولا صلته بالصغيرة ينفي صلته بالكبيرة؟ دي من خلال مستندات الدعوة والأوراق التي تبحث على بساط البحث امام المحكمه. ايوه. هل في قضايا شهيره في هذا المضمار ولا كتير قوي؟ حديثه بقى يعني القضايا كتير. في قضايا اخوان كتير. كل القضايا اللي فيها اعدام من الاخوان بيبقى فيها اعتراف. كل القضايا، معظم القضايا التي يصدر فيها احكام بالاعدام بيبقى في معظمها اعتراف بارتكاب الفعل. وده بتدي اطمئنان حينما يصدر القاضي حكمه بالاعدام. وجرائم القتل جميعها معظمها بيبقى فيها اعتراف. وفي جرائم الطار بيروح يسلم نفسه ويعترف لانه بيحمل نفسه يعني شيء هو من مستريح. يقول انا خدت طاري وبعترف، بدل ما بيبقى لان عاده السلطه التنفيذيه ما بتتهمش اللي قاتل بس، بتتهم 1 و2 و3 و4 من العيله اللي هم الكبار. ليه بقى؟ علشان مش هياخد واحد قصد واحد، مثلا لما 5 ياخدوا مؤبد غير وما واحد ياخد مؤبد، فبياتي واحد منهم بس ويعترف يقول انا اللي قتلت. علشان ينجي الباقين. برضو الهيئة الموقرة أو المحكمة هي التي تبحث في هذا الأمر وتبحث في وجود صلة ما بين هذا الاعتراف وهل المتهمين الآخرين ولا لا، وهل الصلة دي موجودة ولا مش موجودة. ده هذا الأمر بيبقى برضو من خلال بحث المحكمة للأوراق على بساط البحث عن بصر وبصيرة وتتأكد صلة أي من المتهمين بالواقع. عموما احنا تنورنا يعني جدا عن موضوع الاعتراف، ونتمنى يعني طبعا يكون السادة المشاهدين قد استفادوا بهذا الجزء من الحلقة. فاصل قصير ثم نبدأ موضوعنا الثاني حول الجرائم الانتخابية.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ويسعدنا أن نستكمل حديثنا مع الدكتور سعيد مدين أستاذ القانون الجنائي. أهلا بك مرة تانية يا دكتور سعيد. أهلا يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. وطبعا الجزء الهام بقى في حديثنا حول الانتخابات والمشهد الانتخابي، وهل حدث هناك مخالفات أو جرائم انتخابية؟ عودة إلى الاستحقاق الثالث. وبعدما أمضينا نصف الاستحقاق الثالث بقي النصف الآخر. أيوة. وهي المرحلة الثانية للانتخابات الخاصة بمجلس النواب، لكي يتم خلق السلطة الثالثة وهي السلطة التشريعية. أيوة. حتى يكتمل البناء القانوني لدولة القانون التي ننشدها جميعا. أيوة. وإن كان هناك بعض من الظروف والملابسات التي لابست أو لامست فترة الانتخابات الأولى، منها عدم الإقبال الكثير على أيوة. لجان الانتخابات وعلى الصناديق من السادة المواطنين، دي ليها أسباب معنونة وسنتحدث عنها. أيوة. ويمكن في جولات الإعادة يا فندم في لجان لم يحضر أحد. أحد. والسبب يعني في أشياء كثيرة جدا، ويمكن أهم حاجة بس عايز إلى جزئية إن عدد اللجان كانت 650 لجنة فرعية. أيوة. أصبحت 1230 لجنة فرعية، يعني بما يؤهل أن هناك ضعف اللجان. أيوة. فكانت اللجنة اللي بيخشها 10 أصبح يخشها 5. أيوة. فممكن يقال أن هنا مفيش إقبال أو أن نسبة الإقبال قد قلت، لكن هو تنوع وكبر حجم الدوائر الانتخابية أو اللجان الانتخابية قد يكون سببا في هذا الأمر، وهذا السبب غير ملموس ولم يحسه أحد. ثانيا، هناك من الأمور التي خلقت وهي الإشاعات المعنونة أو المقصودة. كمان يقول أن المجلس الذي سينتخب سيكون باطلا أو أنه سيولد باطلا. وترويج الإشاعات دعوى عدم الدستورية. ترويج الإشاعات دي خلت الكثير أحجم عن أنه يصل إلى صندوق الانتخاب، خوفا من أنه هيروح يتعب نفسه. وكده هيلغى هذا المجلس. طب أنا أعمل إيه؟ ما أنا استفاد وأقعد وأريح دماغي، وأنا كل شوية ودونا الصناديق وجابونا من الصناديق. ودي شبه شيء قاتل ومميت في مثل هذه الظروف، الإشاعات المغرضة. وسبقها بقى كمان دلالة على ذلك حينما سبقت بأكثر من مرة يتم وقف الانتخابات. فده بتبقى تدليل على فعلا صحة هذه الإشاعات. فكان يجب بقى هنا على جهاد الإعلام، سواء كان الإعلام المرئي أو المسموع، الاثنين كانوا يتضافروا في أن يوجدوا كلمة واحدة وليست كلمتين، أن الانتخابات ستتم رغم أي طعون أو ما شابه ذلك. وكان يدق على هذا الأمر جيدا، وأن ينبه على كل جماهير ومنتخبي مصر سواء كان مواطنيها هنا أو خارج البلاد، على أن الانتخابات هذه المرة جادة وبصورة جدية، وصولا إلى تحقيق سيادة مبدأ دولة القانون وتحقيق الاستحقاق الثالث لتحقيق الديمقراطية التي ننشدها، خاصة وأن هناك بعض من الأمور والاستثمارات المهمة جدا وبعض من التدفقات المالية المؤجلة لحين تواجد مجلس الشعب. لأن أنا رئيس الجمهورية أصدر قوانين ومشروعات بقوانين، هذه المشروعات من الممكن أن يأتي المجلس الجديد ولا يوافق عليها. يبقى أنا كمستثمر عايز يطمئن، أحط فلوسي ويجي بعد شوية تتغير قوانين أخرى تطيح بيا أو تسيء من موقفي أو تبدل من هذا الموقف. فهنا بيبقى فيها من التأخير السلبي اللي هينتج عن البلاد. احنا بنقول ما فيش الحال واقف. ما هو انت ما عندكش سلطه تشريعيه. احنا بنقول ما فيش الدوله واقفه. ايوه الدوله واقفه، لان علشان احمل رئيس جمهوريه سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه ده حرام. مين قال كده؟ ده السلطه التشريعيه دي كام واحد بيشيلها على عاتقه؟ اكتر من 548 اللي هم المنتخبين الاعضاء مجلس النواب. ما يشيلها بقى فرد واحد هو متمثل في رئيس الجمهوريه حينما يصدر هذا القانون. ده عبء كبير قوي، وعبء كمان بيناوبه اعباء اخرى. فللذين يتشائمون ولا يتفائلون، انا بقول لكم لا، تفائلوا بوجود هذا المجلس، لان مجلس النواب هيشيل كتير قوي، هيدي راحه بال قوي رئيس الجمهوريه. هو ملوش دعوه بالتشريعات،
مصر يعني الامام يعني. أيوة طبعا. اي قانون محتاجاها مصر بيناقش في مجلس الشعب او مجلس او السلطه التشريعيه، وبيصدر على اساس من الراحه والتناول والشرح والتبسيط والوصول الى الحقيقه والمناقشه لان يصل الى قانون يرضي هذا المجتمع ويحقق الرفاهيه المنشوده من صدور هذا القانون، سواء كان استثماريا او اقتصاديا او قانونا ملزما لافراد هذا الشعب. فكان لزاما علينا ان يتم هذا الامر. كمان الوجهه الاعلاميه لم تكن ابدا اول مره ينتخب مجلس الشعب بهذه الطريقه. يعني احنا متعودين في مجلس الشعب في بيقولوا عليها نظام الدرابوكه، الطبل والرقص والسيد بقى النايب اللي داخل رايح بيلف في الدايره كلها، ويمكن بيوصل لاماكن مره واحده ايام الانتخابات. فبيبقى عرس بيشهده المجتمع المصري السنه دي. يعني هو كان بيعمل نصبايا كده وياخد الاصوات ويقعد. بس كان الشعب تعود على كده، تعود على ان في فرح وفي ضرب وفي نار وفي طبل بلدي وفي حفلات وفي صوان وبيستد والنايب جاي والدنيا الحلوه دي. جت هنا القانون التعديل اللي حصل ان في فتره صمت قبل الانتخابات دي ادت الى نسيان بعض الناس ان في بكره انتخابات. يعني انت بتاخد هي جت كانها صدمه او مفاجاه. لا دي حاجه. الحاجه الثانيه انا مثلا في فتره الصمت الاعلاني. فترة الصمت الإعلاني اللي هي بتبقى اليوم قبل الانتخابات دي. الفترة دي بتدي للناس الأمية البسيطة العادية إن الانتخابات انتهت، لأن الانتخابات معروفة لحد ما تخش قاعة اللجنة بيبقى في رقص وفي دعاية وانتخبوا فلان الفلاني والميكروفون بيلف على العربية، انتخبوا رمز مش عارف ايه ورمز كذا. كل هذه الأمور قلعت. طب ايه لدرجه حد من الناس بيقول لك هي الانتخابات خلصت وهي لسه الانتخابات هتبدا غدا. ودي برضو شيء من الاشياء التي قللت القدوم على الصندوق. هنا اصبح الامر الاول كان ينبغي علينا، وبرضو في جزئيه كان لازم يشار اليها. احنا دورنا في عضو مجلس الشعب على الجسد. قلنا لازم يكون سليم ولازم يكون خالي من الامراض ولازم صحية. ولم ابحث عن العقل. انا جايب نائب هيشرع قوانين. القانون ده يا يسعد مصر يا إما يفسد الحياة السياسية في مصر أو يسكر الهم على مصر. طيب أنا أعمل إيه؟ حق الترشح مكفول لأي مواطن مصري بشرط أن يجتاز اختبارات تؤهله من أن يكون عالما بقضايا الدولة التي يعيشها، وأن يكون عالما بالمشاكل التي تحيط بذلك المجتمع، وأن يكون لديه القدرة على إيجاد الحلول اللازمة لتلك المشاكل. يعني حكاية التمسك بالحالة الصحية والشهادة الصحية والكشف الطبي ملهاش لازمة أكتر من هذا الأمر. يعني ما كانش يعني كان ضروري، ولكن الضروري أكتر إن احنا يعني نتأكد من كفاءة هذا العضو. بنشد بعد نجاح الأعضاء واكتمال الصورة الانتخابية لو حتى يتم وضعهم شهر ليتم تلقي بعض المحاضرات من السادة المتخصصين في السياسة لإعلامهم بعلم السياسة وإعلامهم بكيفية مناقشة القضايا وكيفية وضع الحدود. ده هيخفف أعباء كثيرة جدا. ده لأن احنا دلوقتي ما قدرناش نعملها قبل الانتخابات، يبقى بعد الانتخابات يتم دورات. هذه الدورات تتم للسادة الأعضاء الجدد، يتم في خلالها إعلامهم بالصورة الديمقراطية الصحيحة، إعلامهم بالمشاكل الحقيقية التي تواجه هذا المجتمع، وكيفية إمكان الوصول لحل ومناقشة القرارات والقوانين. ولي نداء على من نجح ومن سينجح من المرحلة الثانية. حينما تتم مناقشة قانون أنت طرف فيه، عليك أن تنسحب بهدوء استشعارا للحرج ورضاء لله، لأنك حملت أمانة. يعني مثلا عضو بيني 6 عمارات ولا 6 أبراج مخالفين لقوانين البناء بدون ترخيص، ويناقش هذا القانون في مجلس من الكرامة ومن الإنسانية. يعني هيدافع بقى عن المخالفات والكلام ده. يعني أنت تبتعد علشان أنت لك شائبة لك شائبة في هذا الأمر، وده خارج نطاق. ولكن عودة إلى حتى لو كان في شخص بالشكل ده مفروض ما يبقاش عضو في مجلس الشعب او مجلس النواب، انتخب يعني وبقى عضو. نعمل نخلق يعني ازاي واحد زي ده يعني مخالف ومرتكب جرائم احنا مش هنعرفها لان انت ما بيتمش التحري عليك وعن ما اذا كانت هناك جرائم او تحريات الراجل ده متهم في حاجه او الراجل ده مخالف في اي شيء ما بيتمش هذه الامور. ازاي ما تتمش؟ يعني بيتم كشف جنائي فقط. هل عليه قضايا، عليه احكام، عليه لان عشان امارس الحق السياسي المكفول لي قانونا، ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، لابد أن يكون شروطا معينة أوجبها القانون. ألا يكون صدر عليه حكم في جناية
حكم نهائي، ألا يكون موظف وقد تم رفضه أو تم استقالته بسبب مخالفة أداها في عمله، لديه المخالفة مخالفة مالية أو مخالفة خلقية، أن يكون هناك الأشياء اللي عدها القانون دي كلها حتى يتم مباشرة الحقوق المدنية والسياسية لهذا الفرد، لابد أن يكون خاليا منها. لم يكن من ضمنها أن تجرى عليه تحريات أو أن يكون ذو أهل أو محمل علميا وعمليا. ده بيعملوا تحريات على موظف يا فندم في جهة مثلا مهمة، نيابة والحاجات دي فقط لا غير. في أي جهة يعني بالأحرى أنه بالأحرى بقى يتم على هذا الأمر. ونشاف حتى سلوك هذا، يعني تتعمل تحريات على سلوكه، يعني سلوكه إيه ما بين وسط أهله، هل ده بيقعد مع الناس وبيحل مشاكل الناس، هل له سلوك غير منضبط، هل كل هذه الأمور يتم بحثها حتى نستطيع أن ننقص السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية هي أهم استحقاق في دولة القانون، لأن على ضوء هذه السلطة بتتم تفسيرات كتيرة جدا وبتتم أشياء كتيرة جدا، يا إما ترفع هذا البلد إلى أعلى أو تنزل به إلى أسفل السافلين. وهذا ما نلاقيه أو رأيناه في جميع المجالس التي مرت في تشريعاتها المتهاترة، والتشريعات اللي تعاد مرة أخرى، وتشريعات تصدر بطريقة غوغائية وغير مدروسة، وكان نتيجها أن الدولة تقع وتسقط وهي لا تدري ماذا نفعل. حضرتك رصدت إيه من المخالفات بقى؟ المشهد كان فيه إيه من المخالفات؟ عودا على ذي بدء بقى هقول باستعراض. هل كانت هذه المخالفات من الناخب ولا من المرشحين؟ لا، كانت من الاثنين. كانت من الاثنين، ولكن عودة إلى ذي بدء على سؤال حضرتك، إيه هي الجرائم الانتخابية؟ هل في الانتخاب في جرائم؟ أيوة في جرائم. في جرائم بتقع من الناخب، وفي جرائم بتقع من الشعب المنتخب. يعني أنا كراجل مرشح لمجلس النواب في جرائم بتقع مني، والشعب اللي بينتخب هذا المرشح بتقع منه جرائم. نأتي مثلا للشعب الأول بصفته هو الأغلبية وهو المستحق عن المرشح، امتناعه عن الإدلاء بصوته. نادت أصوات في تلك الآونة تقول إيه، ال500 جنيه دول مش دستورية، وطلعوا إشاعة كانوا يقول لك كده، طلع حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية ال500 جنيه للتخلف عن الإدلاء بالأصوات. مين قال لك كده؟ هل صدر في الجريدة الرسمية حكم يؤكد هذا الأمر وأعلن للناس؟ ما حصلش. ولو أعلن هيتم تغيير الأمر، لكنه لم يتم إلى اللحظة التي نحن فيها. للحظة اللي احنا فيها دي، ان الغرامة الحقيقية لعدم الوصول إلى الصندوق وعدم الإدلاء بصوتك، وإنك أنت تخفق عن أداء الأمانة التي حملت عليها علشان تكون فرد نافع في هذا المجتمع. ما هو أنت الصوت بتاعك ده هي مشاركتك في المجتمع، هي وجودك في هذا القانون المصري، في هذا المجتمع المصري، هي حياتك، إرادتك اللي أنت بتنشئها علشان تكون إنسان مؤهل ومحمل بكل الخير. إذن عدم الامتناع عن الادلاء بالصوت، وانا بقى اناشد مش علشان فيه غرامه، لا علشان انا اشارك، علشان ما اكونش فيه سلبيه، ما اكونش فيه سلبيه مني انا كمواطن، لان السلبيه دي بتعطي للاخرين. يعني حتى اذا كان الناس بيقولوا احنا مش عارفين المرشحين واول مره بنشوف الناس دي، في ناس نجحت مثلا في وأهني كل الذين نجحوا في وفي شباب كتير جدا، يعني ما شاء الله، يعني فعلا في دوائر كلها شباب في المرحلة الأولى. لكن في بعض الناس ما كانتش الناس عايزاهم. يعني دي حقيقة لا يمكن أن نخفيها، ويمكن مش عايزاهم. وبعدين ليه بقى يعني الهجوم وانتم ما دخلتوش أصلا، ما رحتوش تطلبوا بأصواتكم وترفضوا الشخصيات؟ ما انتوا السبب. صحيح. امتناعكم السلبي ده هم اللي خلى هؤلاء مثل هؤلاء الذين لا يملكون نجحوا. ما هيبقى لو احنا بقى رحنا شاركنا وكنا رحنا ادينا الانسان اللي يستاهل، انما انت هتتسئل عن اللي نجح ده اهو وانت ما انتش راضي عنه وانت قاعد في بيتك. يعني التواصل الاجتماعي بقى والمنتديات الاجتماعيه دي والفيسبوك وخلافه، تجد انهم عمالين يتريقوا على اللي نجحوا. طب انتوا فين؟ انتوا فين؟ ما انتوا السبب وانتوا مشتركين في الجرم، وانا وانتوا ليه ما دعتوش الناس انها تروح وتأدي كل من امتنع عن الادلاء بصوته في هذا اللجنه مسؤول عن هذا الجرم وعضو وشريك فيه. فينبغي علينا في المرحلة القادمة أن نتريث وأن نذهب وأن نعطي الصوت للأمانة ده لمن يستحق ولمن سيقف أمام هذا المجلس ليعطيني قانونا. هذا القانون ينهض بمصر وينهض بيا ويسعدني ويسعد الأجيال القادمة ويكون منارة قانونية أستنير بها في أزماتي وفي كل الظروف. هل في مخالفات أخرى على المواطنين برضو غير الامتناع عن التصويت؟ دي بداية. نيجي بقى للجنة. أنا
تبع مرشح ومن انصار مرشح، ممكن اخش واعمل هيصه في اللجنه فيها عقوبه بتصل من سنه لحد 5 سنين. اذا كانت عليت صوتي او منعت او كده. طيب لو اقترنت باعتداء بتصل ل5 سنوات سجن مشدد. الله، يعني مش هينه العقوبه. يعني انا لو دخلت اللجنه ورحت واقف ومعلي صوتي واقترن هذا الصوت مثلا بتكسير او باتلاف او بالاعتداء على احد الاشخاص او توجيه الناس بقى، يعني العقوبه ل5 سنوات سجن. ما تصوتوش. ده لسه دي. طيب في الوقت ده ما احنا هنقول بقى الجرائم التي تقع من الشعب اولا بصفه ان الشعب هو الاغلبيه، لان ده حقنا نتكلم عليه الاول، ما نتكلمش على الفرق. طبعا. اذا عليك بالحذر من انك تخش. اللي قاعد في اللجنه ده موظف عمومي، اي تهديد له انت بتهدد الموظف العمومي، اي تعليه للصوت انت بتعتدي على الموظف العمومي. اذا اقترن هذا الصوت العالي او الوضع اللي انت بتعمله ده باعتداء بقت 5 سنين. طب لو حصل دم بقى وموت بتبقى ضرب افضى الى موت وتتراوح العقوبه فيها. هل الصوت العالي في حد ذاته برضه ليه عقوبه؟ صوت بس مش اعتداء. فيها سنة. لان انت بتعترض والصوت العالي ده اللي انت فيه اعتداء على هذا الشخص اللي قائم باعماله في اللجنه. طيب ثم بعد ذلك اتي على الصندوق. هل الصندوق بقى ده اسمه الشيخ الصندوق؟ الاعتداء عليه جريمه لوحدها. الاعتداء على الصندوق جريمه لوحدها. طب هيعتدي عليه ازاي بقى الصندوق؟ الصندوق يا اما افتحه يا اكسره يا اعوق استخدامه يا اتلفه. كل هذه الجرائم بتقع عليه، او ابدل ما بداخله محاولة أو خطف الصندوق. كل هذه الأشياء جرائم عدها القانون. لو اقترنت بإيذاء أحد الأشخاص فيها بتصل لحد السجن المشدد، وقد تصل في حد الموت إلى سجن المؤبد. يبقى علينا أن نعي ذلك جيدا وأن نعلم هذا الأمر. كمان الجرائم التي تعطى أو الجرائم التي يشترك فيها الشعب هو أن يقبل أفراد الشعب عطية أو هدية أو مبلغ من المال نتيجة الإدلاء بصوته. هذه جريمة أيضا بيقع فيها الشعب اللي هو الذي يذهب للانتخاب، يعني لأنه هنا تم التأثير بإرادته على إرادته. وكان شريكا في تلك الجريمة اللي احنا بنسميها الرشوة الانتخابية. يعني يجيك أحد أعضاء المجلس يقول لك خد 200 جنيه ولا 300 جنيه عشان تديني صوتك. يعني اللي هيدي مش هو بس اللي هيقع تحت طائلة ولكن اللي خد كمان إذا ما بلغش. فأنا لو أنت حد جه عرض عليك الأمر علشان نعرف الناس الفاسدة، ما احنا هنعرف الفاسدين إزاي؟ أنا جيت عضو مجلس الشعب ومشيت على أعضاء الدائرة كلها واديت ده 200 وده 200 وخلاص رستقت. طب ما حصلت برضه في المرحلة الأولى كان في عطايا، ولكن مين الذي بلغ؟ كان الشعب بقى. لو ثبت ان الشعب وفي ناس ادت عطايا ونجحت بذلك الامر، وده في الغش والتدليس. هل هذا الرجل سيكون امينا في مجلس الشعب؟ لا. هيعمل علشان صالح مصر، هيعمل عشان مصلحته، هيعمل مش عشان 200 جنيه تبيع نفسك. ده انت بعت نفسك وبعت بلدك. ليه؟ ليه بعت نفسك وحملت نفسك أمانة أنت محمل؟ لا ينبغي على الإطلاق أبدا أن تكون هذه الجريمة في هذا المجتمع. ده أنت يعني بما تحمل من بيع للبلد وبيع لنفسك وصوتك وتولية من لم يصلح توليته عليك ليتولى أمرك، واللي دفع الفلوس دي هيجيبها تاني أضعاف مضاعفة من دمك ومن لحمك. يبقى هو ناوي على كده. إذا كان عمال يوزع هيجيب الفلوس، يعني هيعملها لله ورسوله عشان يبقى سيادة النائب رايح وسيادة النائب جاي. لا، أكيد هيبقى له من المصالح المشتركة التي سيخلقها لنفسه على حساب المواطن الغلبان اللي هو موجود ده. كان في برضه من الجرائم اللي قرأنا عنها يا فندم إن في سيدة أدلت بصوتها في أكتر من لجنة. طب إزاي بتحصل؟ بتحصل إزاي؟ ما هي اسمها بيبقى مقيد في لجنة معينة يعني. دي بقى كانت في تنقية الجداول. يعني واحد لقاها في اللجنه دي باسمه، لقى في اللجنه دي بذات يعني لقى اسمها هنا ولقى خلاص بيصطحبها ويساعدها على ارتكاب. دي جريمه وتم القبض عليها وتم التحقيق وبتلغى صوتها على الفور. تمام. واذا ما كان هناك احد المرشحين شريكا معه في هذا الامر، على السيد رئيس اللجنه فورا ان يبلغ المحكمه الاداريه بما تم ويوقف. عقوبتها ايه دي يا فندم؟ العقوبه فيها عقوبه اداريه وعقوبه جنائيه. العقوبه الاداريه بتبقى من حق السيد رئيس اللجنه. السيد رئيس اللجنة بيروح جاي موقف الانتخابات في الدايرة دي أو العضو ده. بيوقف أو بيشيله من القائمة التي تم الترشيح فيها ويرفع أمره إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية بتصدر أمرا بدون عرض الأوراق على المفوضين بسرعة شديدة جدا قبل الانتخابات، ما إذا كان يستبعد أو
يتم ترشيحه مرة أخرى أو إعادته إلى القائمة مرة أخرى لعدم ثبوت المخالفة. إذا ثبتت المخالفة بيستبعد. طيب نفترض الانتخابات شغالة وحصلت هذه المخالفة، يبقى الحل إيه؟ قال لك إذا ما تمت المخالفة والانتخابات شغالة وعرفنا ان زيد ده بياخد 200 جنيه ولا بيوزع 300 جنيه ولا كذا كذا، وثبتت باليقين وجيء بمن يعترف على هذا الرجل انهم قبضوا نتيجة تغيير الصوت ده، بيتم استبعاد هذا المرشح، بتوقف النتيجة، بتوقف نتيجة الانتخاب على أن يتم التحقيق في الواقعة. ثم إذا ما ثبتت تعاد مرة أخرى الانتخابات في تلك الدائرة بعد استبعاد ذلك المرشح إذا كان فايز. ما كانش فايز بقى وكان راسب كده فبيعتمد نتيجة الانتخاب في هذه الدائرة. ثم يتبع ذلك إحالة الأمر إلى النيابة العامة. وفي الجرائم الانتخابية لا شروع يعني على يحاكم برغم خسارته في الانتخابات لأنه برضه عمل مخالفات وفيها وجرائم. حبس احتياطي كمان. الجرائم الانتخابية فيها حبس احتياطي. مش احنا قلنا العقوبة سنة، وطالما العقوبة زادت على 3 أشهر يجوز فيها الحبس الاحتياطي. يبقى هنا جواز الحبس، يعني ممكن ياخد 4 أيام حبس وتستمر 15 في 15 في 15. بس مين اللي هيفتعل ومين اللي هيبقى الرادع الأول والأخير والكاشف لتلك الجرائم؟ هو الشعب. عن طريق الشكاوى السلبيه في يا اما في الامتناع عن الادلاء بالصوت. يشارك ازاي؟ يعني هنا الامتناع طبعا احنا اتكلمنا عنه، هو ممتنع، دي فاعل اساسي امام الله. اذا كان مشارك وشاف مخالفات يبقى لازم ان هو ولم يقم يتقدم بالشكوى والتبليغ. فده برضه شريك، لانه امام الله. يعني احنا مين اللي هيرفع مصلحه البلد؟ يعني مين اللي يعني احنا هننتظر حد من بره يجي يروح لمين بقى ويبلغ مين؟ هل اللجنه الفرعيه ولا اللجنه العامه؟ رئيس اللجنه اللي موجود جوه ما أتيح اسم الشرطة نفسه ويحرر محضر بكده. لأن ده جريمة، دي جريمة وقع على وطن. جريمة وطن وجريمة حياة وجريمة مشاهداتك بقى للمرحلة الأولى يا فندم، يعني كان في برضو أساليب جديدة بقى في الدعاية أو المخالفات. يعني برضو قرينا أن في بالنسبة للأندية الرياضية والمراكز الشباب والحاجات اللي هي المنافسات الرياضية، يعني كان في بعض المرشحين بيستغلوا هذه الأماكن، والشباب والصغير والشباب الأمر طبعا بيبقى معروف اللي في الأندية والمراكز. كل هذه الأشياء إذا ثبت أنه قد نتج عنها مخالفة بيحال هذا الأمر للرئيس اللجنة العامة للانتخابات أو اللجنة الفرعية التابعة ليه، بس تثبت. إنما كلام وأنا بتكلم يعني أنا شايف ومش قادر أتكلم، طب يبقى هيصلح حالنا إزاي؟ يبقى إحنا كده هننشد ونقول مجلس الشعب هيجي ويجيب لنا حقنا إزاي؟ هيجي مستثمر يبقى الدنيا كلها عارفة بما تحدث في الانتخابات في مصر وخاصة الدول العربية. إذا ما أقيمت هذه الانتخابات على شيء من النزاهة بيدي ثقة للمستثمر حينما يقدم بفلوسه إلى تلك البلد علشان يستثمرها. لو لقى ان الانتخابات هنا ما فيش فيها اقبال او ان هذه العبث امتدت اليها او انها غير حقيقيه او انها غير نابعه من قلب هذا المجتمع او عن اراده هذا المجتمع، بيخشى على ماله. في دوله فيها شفافيه وفيها احترام للديمقراطيه واحترام للمؤسسات اللي ممكن تبنى يعني تمام في هذا الامر. يبقى هنا طب بالنسبه للمرشح بقى المخالفات والجرائم، المرشح بقى اول حاجه ان هو يخالف اللي هو البند 6 في المادة 3 أن يخالف المنظومة الإعلامية التي وضعت له. يعني أنا ليا فترة من الإعلان باخدها، ليا مبلغ من المال السياسي بقى ويشتغل بتقاضاه أو بصرفه 500,000 للفرد. وبالنسبة للقوائم بتبقى يعني بتخش على القائمة 15.5 مليون، 45 بتبقى 2.5 مليون، وفي الإعادة بتبقى بتخفض إلى 1 مليون. إذا ما تم الصرف أكثر من المبالغ دي بيعرض الأمر برضو على السيد رئيس اللجنة العامة للانتخابات ويشوف المخالفة. طب أنه قناة زعت لك القناة فلانة، تعالى ده أنت شريكة، انت شريكه مش وده حصل مع وجود القنوات الفضائيه اللي هي مخصصه اصلا للدعايه للمرشحين بعينهم. يعني بعض المرشحين احيانا بتبقى طول النهار عمال حاطط صوره عضو معين وده ما بيتوفرش، ده صورته هو نفسه جاي يتكلم ويتكلم في اللقاءات. هل انت اتحت لكل الاعضاء هذا الامر؟ هل انت اديت الفرصه لكل الاعضاء؟ ما حصلش. وانت خدت فرصه اكتر من الفرصه الخاصه بيك انت، يبقى احنا في ذلك الوقت امام جريمه. هذه الجريمة بتستدعي أيضا جزاء إداري وجزاء
جنائي. الجزاء الإداري هو أن يرفع اسم هذا المرشح أو القائمة من قائمة الترشيح، ثم يبلغ النيابة العامة على الفور بما حدث من تلك المخالفات، والنيابة العامة بتقوم بالتحقيق أمام ذلك المرشح أو الكذا، فإذا ما ثبتت المخالفة إما تحبسه أو تستمر التحقيق ويحال الأمر بعد ذلك إلى المحكمة للفصل في ماذا كان ارتكب تلك المخالفة. استخدام بقى المواقع التواصل الاجتماعي، واحنا شفنا بقى يعني احنا بندخل على المواقع المعروفة يعني بنجد ان في يعني تشجيع للناس، لا في مرشح في حزب معين، ادخال الدين برضو في التوجهات. التحكم من ضمن الجريمة الأخرى أو الجرائم الانتخابية استغلال الدين، إن أنا أستغل الجنس أو أستغل الدين اللي هي بنسميها الفتنة ما بين، يعني أنا بستغل إن أنا مثلا مسلم واستغل الدين كدعاية زي استغلال المساجد والكنائس واستغلال دور العبادة واستغلال ومن خلال الجنس كمان، يعني انت جنسك ايه وانا وضعي ايه. دي كل الامور دي كلها نهى عنها هذا القانون اللي هو قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، وقال انك اذا استغلتها مخالفة بتؤدي الى جزاء اداري وهو شطبك من القائمة او من مكان التشريع، بجانب برضو القضاء الجزائي الجنائي اللي احنا قلنا عليه اللي هو يحول الامر للنيابه العامه. يبقى عندي مخالفه الفتره الاعلاميه والمد الاعلامي، مخالفه او استغلال الدين، استغلال النسب، استغلال الجنس، كل هذا الامور في عرض بقى العطيه او المال واي شروع في اي جريمه من الجريمه بيقع عليه العقوبه. الشروع في هذه الجرائم غير موجود، حتى ولو كان شرع انه يعتدي على اللجنه بتعتبرها فعل تام، ان هو اعتدى. فهنا مهلا لا شروع في الجرائم الانتخابيه. الشروع جريمه تامه، لان في فرق ما بين الشروع والجريمه التامه. ايه هو؟ الشروع بيعاقب بنصف العقوبه المخوله للفعل التام، يعني كله بيقع تحت طائله القانون، كله سواء كان شرع في ارتكاب هذا الجرم او شرع في فعله، فبتعتبر الفعل فعل تام وجريمه تامه ويحاسب فاعله على الجريمه. نتمنى دكتور سعيد يعني المرحله الثانيه ان شاء الله من الانتخابات تكون المشهد جميل ومتفائل كده واجمل من كده ومشاركه من الشعب في الانتخابات، وقدامنا فرصه ان احنا فعلا ننتقي من ننتخبهم، وطبعا دول بيمثلونا في مجلس الشعب. شكرا دكتور سعيد مدين استاذ القانون الجنائي، شكرا ليك يا فندم، وبنشكركم أعزائي المشاهدين، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة قادمة والناس والقانون. شكرا وإلى اللقاء.